صنع التشيع رجل يهودي اسمه عبد الله بن سبأ من يهود اليمن، وسعى لنشر أفكاره الغريبة، فكانت بقايا بلاد فارس المجوسية هي الحاضنة له ولأفكاره الجديدة. أراد أعداء الإسلام ومنهم غلاة الفرس آنذاك الذين كانوا يعبدون النار وهم المجوس، مع أيضا بعض حاخامات اليهود، اتفقوا على أنهم يجعلوا هناك خلافا فقهيا وأن لا يكون الخلاف سياسي لكي يشقوا وحدة المسلمين، وأن يغذوا هذا الخلاف ليبقى قائما حتى يومنا هذا. ولأنه دين من صنع البشر، فإن الفكر الدخيل يتطور، بل على الأصح يتدهور مع مرور الزمن، ففي كل حقبة زمنية تكون له نسخة معدلة تختلف عن سابقتها، يبرمجها في عقول أبناء الطائفة رجال الدين العلماء. علماء الشيعة الذين يضللون عوام الناس ويأخذون يعني يبثون الفتنة والفرقة بين المسلمين، هم ينحرفون من ناحية العقيدة ومن ناحية التصور ويبثون كأنهم دينا جديدا. في منتصف القرن الثالث الهجري وقعت نكسة أيديولوجية للفكر الدخيل، تمثلت هذه النكسة بانقطاع سلسلة الإمامة المزعومة حينما توفى الحسن العسكري الإمام الحادي عشر ولم يكن له ولد. كان هذا الولد هو الإمام المفترض. بعد ذلك اخترع دهاقنة الفكر الدخيل منصبا دينيا لحل أزمة الغيبة المزعومة. اخترعوا منصب سفير المهدي، الذي ما لبث أن أفرز بعد وفاة السفير الرابع والأخير، أفرز فكرة الغيبة الكبرى بعد فترة السفراء الأربعة، والتي اعتبرت فترة الغيبة الصغرى. بعد مرور الزمن وتعاقب الأجيال خلال الغيبة الكبرى، لم يخرج المهدي المزعوم من سردابه في مدينة سامراء. تعطلت بسبب غيبته أحكام وشرائع، فكان لابد من حل لهذه المعضلة، حلا يتمثل بمنصب ديني يقوم بتأدية ما تم تعطيله من شرائع وعبادات أصبحت حسب الأيديولوجيا المبتكرة للتشيع شرائع وعبادات مع وقف التنفيذ. فتوصلت عقلية قادة الفكر الدخيل إلى استحداث منصب ديني جديد، كان هذا المنصب هو المرجعية الدينية. مصطلح المرجع الديني شخص ما يتم اختياره بشكل ما للقيام بوظائف مهدي زعموا أنه ولد في يوم ما. فمن ذا الذي يستطيع أن يصبح مرجعا شيعيا متعمما بالعمامة السوداء؟ رخصة الزعامة والإفتاء في الفكر الدخيل. وأنه وياه يجي يلبس عمامة، تأخذ هذا القرآن؟ أي واحد يقدر يلبس عمامة. أنا هاي العمامة قبل شوية استعارتها من واحد ما كنت لابسها، الثاني عمامته ولبستها. يجي واحد هسه يجي حنا من بغداد يبي عرق يقدر يلبسها، يجي واحد من إيطاليا من ألمانيا يلبسها، ويصير شوي شوي يصير مرجع يصلون وراه فوضى. بهذه السهولة يستطيع أي إنسان كائنا من كان في أي مكان كان أن يصبح مرجعا شيعيا ويعتلي رأس الهرم الشيعي، وذلك بادعائه النسب الشريف للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، مرتديا الرمز الشيعي لذلك العمامة السوداء. فيقود هذا المجهول المرسول من جهة ما، يقود الطائفة الشيعية إلى أي جهة هو أو من أرسله يريدها. المصيبة العظمى التي أشرت إليها اللانظام الفوضوية
هذا مفروض على الشيعة من قبل السياسة البريطانية عندما جاءوا إلى العراق بال 1914 فنصبوا هذا اللي يعطاني العمامة أمانة ما أسميه، في وقت آخر يجوز أسميه، يقول لي لا تحكي عليهم لا تسميهم، يابا ما نسميهم تؤمر. جابوا واحد ما يفتهم ولبسوه عمامة وسووا مرجع له. اللي يفتهم هم ما يجيب اسمه، اللي يفتهم ملا كاظم الخراساني سقطوه قعدوا ببيته، حرموه من المرجعية. هذه ماشية بال 1919 وعيدت الكرة. اللي يفهمون سقطوهم، جوعوهم، جننوهم، شهروا بهم، والما يستحق سووه مرجع لفترة من 1919 إلى نهاية الأربعينات. هذا خرب الدنيا، يجيب وين ما فوضوي وين ما أمي صارت. يجي اليهودي يلبس عمامة يصير آية الله، يجي المسيحي يصير آية الله. بعض الناس ما يطيقون يتضجرون يروح يصير مسيحي. إخوان للمراجع تركوا النجف وراحوا صاروا مسيحيين. أي أنا سبق وأن جبت أسماء هسه على كل. إذا أحد يريد يسألني أنا مستعد لتأشر لي، ما راح أجيب اسم خلص. إذن من يصنع من؟ إننا أمام معادلة هامة من معادلات الصراع بين الحق والباطل. الحق ما أمر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام، والباطل مخالفة ذلك. فكيف تتم صناعة الباطل داخل أروقة الفكر